اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وكرويات كروي، ومعاكم امجد وقناة كرويات كروي. يا ريت نعمل لايك سبسكرايب للفيديو، لايك سبسكرايب. بنتابع احداث الجارية ونتابع تطور الصفقات في الاهلي والزمالك ومواضيع جديدة، وفي قلق من جمهور الزمالك. حنقول السبب، موقف اللعيبة المصابة ومين رجع من اصابة، والجمهور بتاع الزمالك اللي عندي قلق، وفي أزمة في الأهلي كده بسيطة يعني. وحنقول كده حوار الصفقات هنا وهنا، وإيه الجديد فيهم وإيه اللي ممكن يحصل. طيب، يا ريت نعمل لايك سبسكرايب. ومعاكم طبعا أمجد من قناة كرويات كرو، بتشرف بكم دايما بكل ما هو جديد. هنبدأ كده إيه معانا أخبار كثيرة يعني، هنحاول نقولها بسرعة يعني. طيب استأذنكم البس النضارة بس عشان في ايه يعني حاجات كده فيها اسماء ومعلومات يعني. طيب، اول حاجة حضراتكم طبعا الزمالك برغم ان هو يعني هو حظه مش حلو وكده يعني، في 2 نجوم غايبين عن لقاء الاسماعيلي، عمر جابر وعبد الله السعيد. عبد الله السعيد حتى في الصفقات الجديدة مش باين هل هم من حضراتكم مثلا هيجي حد بديل لعبد الله السعيد. عبد الله السعيد ممكن مثلا هيعتزل الموسم ده او الموسم اللي جاي، او لو هو اصابه مين هيلعب مكانه في ماتش بيراميدز لما خرج مصاب. الزمالك كان لايس، فلازم يكون عندك 1 و2 بداله. فريق كبير بيلعب في بطولات، فريق من فرق الاسياد القاره الافريقيه. لازم يكون عندك سكواد قوي، يكون عندك بديل لصانع لعب مركز زي كده، قوه هجوميه. لازم يبقى لك شكل هجومي، ولا ده اللي هو يعتبر الاسطى بتاع نص الملعب زي ما بيقولوا او المايسترو. فلازم عبد الله السعيد يكون له بديل. فماتش الاسماعيلي هيغيب عنه عمر جابر، وعمر جابر طبعا مؤثر واداؤه كويس. ممكن احمد محمود يقدم مكانه بس عايز شويه ثقه، وممكن شحاته يعني نشوف. وممكن دلوقتي في صفقات جديده تشارك، نشوف ممكن يبقى في مرونه كده. فالمهم الاثنين دول هيغيبوا عن لقاء الزمالك والاسماعيلي. طيب، أزمة في صفقات الزمالك. النهاردة 4 في الشهر. قلنا كلام كتير، وأنا قلت في الفيديو اللي فات واللي قبله، والناس كلها بتتداول أسماء لعيبة وكده. وممكن اللعيبة دي يعني ممكن يجي منهم واحد أو ما يجيش حد، تجي أسماء غيرهم. لكن الجمهور عندي قلق، جمهور السوشيال ميديا وجمهور الزمالك عندي قلق. ليه النهاردة 4 في الشهر وانت ما جبتش حد؟ كان المفروض تجيب من بدري، حتى لما الناس بدأت تعمل اللي هي الكابتن ميدو والجماعة اللي معاه واللجنة، والناس دول ناس خبرة ولاعيبة كورة وكل حاجة، بس بدأوا متأخر في آخر أسبوع. هم يشكروا، هو ده دور المجلس، ده تقصير من المجلس يعني. المجلس عنده معاكم أنا في أزمات بس المفروض كانت الصفقات دي تبقى حاجة أساسية، ما يكونش في تجاهل. المجلس ما كانش ناوي يعمل صفقات. واصلا الزمالك اللي شفته ماتش بيراميدز وضح ان الزمالك يحتاج اكتر من 7 أو 8 لعيبه يعني، للاسف يعني حاجه مش ظريفه ان فريق كبير زي الزمالك يكون عنده سكواد ناقص بشكل غريب يعني في كل المراكز يعني. فقلق الجمهور ان الصفقات اغلبيتها بيدور على لعيبه فري مجاني. مثلا هو الحسن كروما، مش هو اللاعب السوبر، وتصريحات عنه حتى في انقسامات مش هو اللاعب اللي يناسب الزمالك. طب ليه انت داخل في اللاعب ومفاوضات ومضيع وقت يعني معلش انت انجز، الوقت محدود. طب الحاجة التانية، الناس دي ناس بتشتغل وناس مخلصة وكفاءة على فكرة، ميدو وهيثم فاروق وناس زملكاوية ممتازين يعني، ميدو وهيثم وحازم وعينهم حلوة. لكن هو الميزانية شكلها مش كبيرة، فهم المعذورين اللي هي لجنة ميدو واللي معاه وأنصاره. الميزانية مش كبيرة، فبدور على لاعب فري، لاعب مقابل أقل، فالجودة بتكون أقل. فإحنا مش بنلومهم، إحنا بنلوم يعني بنقول الظروف. بس كان ممكن رجال أعمال تساعد يعني. أنت في المصري في رجل أعمال واحد
بتاع المصري، رئيس النادي المصري، وبيجيب صفقات وبيصرف على النادي وصفقات. جايب جون إيبوكا، وجايب تقريبا محمد رضا بوبو، لعيب اللي هو النجم اللي كان متألق فترة وانتوا عارفينه طبعا. فانت في الزمالك في 5 رجال اعمال، يعني ده راجل اعمال وحده وعمل صفقات، وعمل صفقات ممتازه في المصري دي، شايفين مصر اللعيبه اللي فيه نجوم اغلبيته. وانت في الزمالك مش عارف تجيب نجم، وماشي برضه على صفقات على قد الايد. يعني صفقات هتيجي على فكره، للاسف هتيجي صفقات عاديه جدا، ما هي السوبر. يعني انت وحظك ممكن ينجح 1 أو 2 منهم، يعني توفيق ده بقى، يعني صفقات مش مسمى، يعني بمعنى صح صفقات. الميزانية محدودة، بس زي ما قلنا لو رجل أعمال كل واحد اتبرع بمبلغ أو دفع مبلغ وخده بشيك بعد كده، يقدر يحل أزمة للنادي بتاعه. يعني يمد ايده، ما انت جايين لي احنا الناس انتخبتكم، قالوا رجال اعمال هيساعدوا النادي حتى لو بقروض حسنه، لكن للاسف ما فيش، كل المساعدات ضعيفه. فيش غير الاستاذ ممدوح عباس، واذا كان كابتن حسين السيد بيقرض النادي، لكن غير كده ما حدش بيساعد خالص. طيب ده بالنسبة لصفقات الزمالك. فالجمهور يعني عشان نبقى صراحة مع بعض، احنا ممكن نقول اخبار حلوة ونعمل مشاهدات وكده والله وصفقات سوبر، لا الصفقات اللي جاية عادية، الصفقات اللي جاية عادية، الميزانية محدودة، ندور على لاعب فري. انت راح للاعب، يعني ليه اللاعب ده بتاع الرجاء مع احترامنا ليه، يعني ما هوش ارقامه مش حلوة، وبعد كده كان مبتعد عن الملعب عشان يعني ايه، زي زعلان دي مشكلة، يعني ايه بيمر بحالة اكتئاب. طبعا نتمنى له، اي لاعب نتمنى له طبعا ما يكونش عنده اكتئاب ولا اي حاجة، مش بننتقد اللاعب، بننتقد الموقف يعني. طيب هو كده بعيد عن الملعب ونفسيته مش حلوة، مش هيركز. الحسن ده اللي هو اللاعب التاني مش في مستوى الزمالك بشهادة ناس في الزمالك. فانا يا ريت ادور على لعيبه تكون اسم قوي، يعني يبقى في دعم من رجال اعمال اقوى من كده، والزمالك يستحق اكتر من كده. في مركز للاسف يبدو انه في تجاهل ليه، ما نعرفش يعني ليه في تجاهل، ولا هل ممكن نلاقي في بديل ليه. المركز ده مهم جدا، والزمالك ما عندوش بديل ليه، اللي هو عبد الله السعيد. احيانا بيقوم بنص المهر بس مش بنفس الكفاءة. لازم يكون في الصفقات دي في مركز عبد الله السعيد، وفي مركز تاني انتوا عارفينه الزمالك محتاجه جدا جدا، وتم تأجيله للصيف، مركز حراسة المرمى. لازم حد ينافس عواد. صبحي انا لغايه دلوقتي مش مقتنع بيه ان هو حارس مرمى، يعني صبحي مش مركز في الكوره اصلا. عواد مهزوز لعدم منافسه. عواد ياخد 2-3 في ممتاز، وياخد ماتش ضايع خالص، بيعملها كتير، بيبقى كده تركيزه ضايع. انت عايز لك حارس يكون قوي معاك، يبقى في مستواك وافضل، تبقى انت قاعد مركز جدا جدا، بحيث ما يبقى اداك افضل يعني. خطأ جروس، لو احنا نفتكر ماتش بيراميدز، في خطأ جسيم عمله جروس سبب هزيمة الزمالك من بيراميدز. انت بتقول ان اللعيبة اندفعوا، انت مدرب، انت كوتش، فين دورك؟ متوقف على الخط وتندى على اللعيبة وتكلمهم، ويترجم لك امير المترجم بتاعك، تنده انت بالاسم، اي حاجة خلي امير يكلمهم. انت اندفعوا وانت قاعد فين؟ انت يعني هم اللعيبه اندفعوا هجوميا، انت موجود فين في 3 اهداف؟ الخطأ الثاني، الشوط الاول كان حسام عبد المجيد كان ماسك مين؟ في استوميلي، اخطر مهاجمي الدوري، رحت بدلته مع الونش. طب الونش اصلا عشان الجمهور زعلان منه، الونش كان بيلعب مصاب، يعني الراجل كتر خيره، الراجل انت فعلا مش هو الونش بيلعب مصاب عشان ما فيش لعيبه، يعني حاجه يعني صراحه كتر خير جمهور الزمالك، يعني بصراحه الظروف والوضع صعب يعني وكده. فده خطأ جروس، ان هو زي ما قلنا حضراتكم، وكمان مطلع محمد شحاتة، يعني كان مفيش تركيز. ولما اللعيبه اندفعت، انت على اللعيبه رجعها، تقول له يدافع، كل اللعيبه بتلعب قدام، انت طب انت فينك؟ انت قاعد بره الماتش ولا قاعد بيبصوا بس؟ نتكلم. لازم المدير الفني يبقى ليه توجيهات في الملعب، ما هو واقف ليه؟ طب ما خلاص يقعد في مدرجات مثلا. انقسام المجلس حول هذا النجم، انقسام في المجلس حول الصفقة الجديدة اللي هو كوروما، الحسن كوروما. في ناس موافقة عليه وناس رافضة الحسن كوروما.
وبعد كده في لاعب تاني عليه انقسام، في ناس عايزة تمشيه وناس تقول لا خليه عشان أزمة مالية، مش لك. في أعضاء في مجلس عايزين يمشوه واللاعب مش راضي يتنازل عن أي مليم، وفي أعضاء بيقول لا خليه عشان أزمة مالية. ده مش لك، ده لازم الزمالك يشوف له حل عشان يجيب حد أجنبي مكانه. هو الزمالك في أمس الحاجة ليه. الزمالك على الشكل ده والصفقات اللي هي متوسطة دي وعددها قليل، الزمالك كده مش هيقدم حاجة يعني، ما حدش يعشم، لازم نكون واقعيين يعني. طيب الترهوني زي ما قلنا برضه في ارقامه مش حلوه. الزرهوني اللي هو نوفل الزرهوني، ويقال ان ما فيش المفاوضات ما انتهتش زي ما بيقولوا وهو في الزمالك واقترب، لا المجرد كلام وجس نبض وكده، لكن في انقسام على زرهوني. محمد شريف انا قلت الفيديو اللي فات انه مش هيجي، جت اخبار نهايه الموسم وانا بقول لكم برضه مش هيجي. واي صفقه بتتقال نهايه الموسم ما بتحصلش، لاحظوها كده، اي صفقه تتقال نهايه الموسم ما بيحصلش. اي لعيب يقول الزمالك بيفاوض او الاهلي ومش عارف ايه هيجي نهايه الموسم، ما بيحصلش. بيحصل مستجدات ومتغيرات ومدرب يتغير ومدير فني وظروف وجبنا غيره والنادي بتاعه وهو راح نادي تاني والمدرب عاوزه، فانسى يعني محمد شريف. وفي جزء من جمهور الزمالك منقسم عليه، بس انا شايف ان هو لعيب كويس يعني، لعيب خامة جيدة ولعيب هداف وسريع ورشيق، يجي منه مجرد بس يستعيد مستواه وتدريبات خاصة. لعيب طبعا كويس طبعا محمد شريف، غالبا هيبقى في فريقه محمد شريف. مصطفى محمد نفس الكلام. ولاعب زد انسى ان حد يدي لك حد منهم. والقندوسي نفس الكلام. اذا كان بيقال ان رئيس احد اعضاء مجلس الاداره وعد بنهايه الموسم، يعني هو كده مش جاي يعني، كل سنه وانت طيب يعني. تمام. محاولات مع طارق حامد. طارق حامد يقال المدرب متمسك به، لكن هل طارق حامد ممكن يقنع المدرب انه يجي؟ طارق حامد يتمنى العوده للزمالك والزمالك يتمنى عوده طارق حامد. طارق حامد لعيب حتى الآن ليس له مثيل في الدوري، سواء في الأهلي أو في الزمالك، في الأداء القتالي، في الالتحام، في افتكاك الكورة، في الرجولة في الملعب، في التغطية وراء المهاجمين. كان يبقى واحد في خط الوسط يفسد أي هجمة، هو في الزمالك بيهاجم، ممكن يخلي الاستحواذ ليك نص ساعة بحالها. طارق حامد يعني عملة لن تتكرر يعني، لاعب لن يتكرر. في لاعب يقال إن هو معروض لسه كلام وكلاء يعني، اسمه جيلسون دالا، لعيب انجولي بيلعب في الوكر القطري. بيقولوا انه لعيب مميز، مهاجم مميز ولاعب انجولي. يقال انه هو يمكن ارقامه ممتازه، لكن لسه كلام وكلاء. والوكلاء كمان عارضين مبلولو على الزمالك، ويقال ان مبلولو مش هينفع في الزمالك لانه زي كابونجو كاسونجو عايز مساحات. كابونجو كاسونجو عايز مساحات، وكل فرق بتقابل الزمالك بتكفي المساحات زي ما انتم عارفين. اي فريق بيقابل الزمالك والاهلي وبيراميدز بيكفل المساحات قدامه. نجي الاخبار الاهلي على السريع. محمد رمضان عرض 15 مليون جنيه على رامي ربيعه للتجديد، وياسر ابراهيم نفس الكلام. الاثنين طالبين 20 مليون، والاثنين جاي لهم عروض خارجيه، والاهلي يخشى انتقالهم الى الشمال القطري زي موضوع اكرم توفيق، خاصة ان هما الاثنين اساسيين يعني، فاكيد الاهلي هيراضيهم ومش هيدي فرصة ان اللعيبة تمشي من عنده يعني. اكرم توفيق ليه بديل كتير ويعني ليه اكتر من بديل في النادي الاهلي، وما كانش بيلعب اساسي فترة طويلة يعني. تفعيل شراء يحيى عطية الله يثير أزمة بين كولر والتخطيط. التخطيط شايفين أن يحيى عطية الله أقل من الأهلي ولم يقدم مستويات قوية، كولر مصمم عليه وطالب تفعيل عقد الشراء ورافض معلول، ولجنة الكرة عايزة معلول، ويعني دي عاملة صداع شوية في النادي الأهلي. أشرف بن شرقي يتم تجهيزه للقاء غزل المحلة يوم 11 نوفمبر إن شاء الله. يعني التجارب السابقة تثبت أي لاعب بيرجع تاني للدوري يكون محترف بيكون أداؤه أقل، وممكن أشرف بن شرقي أصلا في الريان كان أرقامه ضعيفة وفي إصابات كتيرة وممكن يرجع لمستواه، بس يعني المؤشرات بتقول إن هو يعني هيكون صعب يستعيد مستواه، وممكن يتعرض لضغوط جماهيرية. الجمهور صعبان عليه من أشرف بن شرقي، وده هو عارف الكلام ده، هو اتكلم فيه وعارف الضغوط اللي هيقابلها يعني، فهل هيتخلص منها ولا هيتأثر بيها؟
اخر حاجتين عندنا راؤول فلوريتش، لاعب نمساوي الاهلي بيفاوضه عشان اللاعب التاني اللي هو الفلسطيني اللي هو باني انتقل لأحد الأندية. فكده في راؤول فلوريتش وكوتيسا. هو طبعا كوتيسا ده لعيب سوبر، واللعيب ده كمان ارقامه مميزه. الاهلي بيحاول معاه اللعيب ده اللي هو راؤول فلوريتش 24 سنه. اخر حاجه غضب الشناوي من عدم المشاركه. غضب الشناوي عشان عايز مقابل مادي. الشناوي يريد عقد سنتين، اهلي يريد عقد سنه، وحسب المستوى يتم التجديد لموسم اخر. ففي استياء من الشناوي ويريد مشاركه اساسيه، وشارط ان هو لو جدد تعاقده ان يكون اساسي في كاس العالم الانديه. وطبعا ده هيكون صعب لان مصطفى شوبير بيعمل مستويات قويه، والشناوي في الفتره الاخيره ليه مده طويله مستوى متذبذب جدا جدا. فدي مشكله الشناوي، هيتم ترديته وممكن يديله عقد يعني مبلغ كبير عشان هو هيعتزل خلاص. لكن ما اعتقدش شروط انه يبقى اساسي دي هتبقى في تنفيذ، هيبقى بالدور، لان شوبير عمل مستويات كويسه فمن حقه ان هو يشارك معاه في اداء حراسه المرمى. دي كانت كل اخبارنا. كان معاكم امجد كرويات كروي، كل ما هو جديد دايما معاكم. يا ريت نعمل لايك سبسكرايب، نحاول نجيب اخبار احسن المره الجايه. احنا بنجيب الموجود، يعني الموجود بنقوله، مش هنقول اخبار حلوه من عندنا يعني. يلا تحياتنا للجميع والى اللقاء. سعدت بكم دايما، الى اللقاء.